وجه التركي أرادا جولر نجم فنربخشة صفعة لبرشلونة خلال الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب شبكة ذا أوتيتيك الإنجليزية، فإن جولر اختار الانتقال لريال مدريد وليس برشلونة. وكان برشلونة متصدرا سباق ضم جولر، حيث سافر ديكو المدير الرياضي إلى اسطنبول الأسبوع الماضي للاجتماع باللاعب ومسؤولي ناديه لحسم الصفقة، ومع ذلك يبدو أنه سيخسر السباق في النهاية. وأشار التقرير إلى أن جولر سيتجه إلى العاصمة الإسبانية مدريد خلال الأسبوعين المقبلين، حيث سيتم الاتفاق على الشروط الشخصية، وسيكون خامس صفقة لريال مدريد هذا الصيف بعد فران جارسيا وإبراهيم دياز وجود بيلي نجهم وخوسيلو. يذكر أن صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أكدت من قبل أن برشلونة يخشى تلقي صفعة جديدة من الريال، حيث سبق أن سقط في هذا الفخ عند محاولة التعاقد مع فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس قبل سنوات، حيث انتقل الثنائي إلى لميرانجي رغم وجود اتفاق مسبق مع لبرسا. ويبدو أن السيناريو ذاته يتكرر حاليا في صفقة أرادا جولر.